السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا ومرحبا بكم في المحاضرة الاولى في مادة الاستراتيجيات. Introduction to Health Education. اول حاجة يا دكاترة بيقولك ان الهيلث education ده بيكون one aspect of الهيلث promotion. يعني انا ببقى متجهة لان انا عايزة اعمل هيلث بروموشن واعمل ترقية للصحة. ممكن ده يحصل بقى الهيلث education او توعية للناس. في الاول خلينا اقول لكم يعني health education يعني health يعني صحة، وكلمة education معناها تعليم. يعني انا بوعي حد او بعلم حد عن ايه؟ عن الهيلث. تمام. طيب الهيلث education ده ممكن يكون فين؟ ممكن يحصل في المدارس، اوعي الطلبة عن ازاي يكونوا كلين، ازاي يكونوا هيلث ودايما يكونوا كويسين. ممكن يحصل في الورك بليسز، اماكن العمل برضو للموظفين. ممكن يحصل في الهيلث كير برومايسز، اي مثلا اماكن صحيه، سواء بقى مستشفيات، سواء كلينكس، عيادات، سواء MCH او وحدات صحيه، كل الكلام ده. خلاص. طيب بيقول لك انفولف، هو بيشمل يا شباب ويتضمن استخدام الماس ميديا برضو. يعني انا ممكن اوعي الناس او اعمل لهم هيلث اديوكيشن، مش بس اكون وجها لوجه، ممكن اكون عن طريق التلفزيون، ممكن اكون مثلا عن طريق الفيسبوك. المهم اي ماس ميديا مثلا. ممكن دي كلها طرق ان انا استخدمها علشان اعمل هيلث اديوكيشن واغير واعمل تشينج للنولج او المعرفه، واعمل انفلونس او اثر على الاتيتيود والسلوك بتاع مين؟ الاتيتيود بتاع البروفيشنال والبوليسي ميكرز. خلاص كده. طيب انا عايزه اغير سلوكيات الناس، خلاص عايزه اعدل فيها، بيعملوا حاجات غلط اوعيهم، كل الكلام ده. قال لك لذلك الهيلث اديوكيشن ممكن يشمل كوميونيكيشن او تواصل من او الكوميونيكيشن اوف الانفورميشن اند ديفلوبمنت، وان انا اعمل كمان تطوير للسكيلز واتس ايه ديمونستريت ذا بوليتيكال فيسابيليتي والorganizational possibilities، او البوسيبيليتيز والامكانيات اللي عندي. خلاص. وفي الفيريس فورمز بتشكل الاكشن تو ادريس السوشيال ايكونوميك اند الايه اند الانفيرمنتال ديترمينتس اوف الهيلث. يعني انا عايزه دلوقتي اتعامل مع الناس. خلاص. سواء بقى مثلا يا شباب قال لك ايه الاكشن تو ادريس السوشيال والايكونوميكال، يعني ممكن ايه كسوشيال او اجتماعيا، كحاله اقتصاديه بالنسبه للناس، كل الكلام ده انا عايزه اعمل ديترمين لمين؟ للهيلث، واتاكد ان هم تمام. كده ده كانترودكشن في الاول بيعرفني ازاي انا بعمل هيلث اديوكيشن. الهيلث اديوكيشن ده بيكون فين؟ طب عن طريق ايه؟ خلاص. الهيلث اديوكيشن ده بيشمل ان انا بعمل كوميونيكيشن للانفورميشنز، وان انا بطور او بتواصل او بعمل تواصل كوميونيكيشن مع الناس من خلال ان انا بشارك معاهم المعلومات بتاعتي، بشارك معاهم وبعمل ديفلوبمنت للسكيلز والمهارات. خلاص كل ده. طيب تعالوا بقى نبدأ ندخل في المحاضرة بشكل فعلي. الانترودكشن ما فيهاش اي حاجة خالص. خلاص فهمتوها مني وعرفتوها معايا، ولا ليكم اي علاقة بيها ولا مهمة لأي حاجة على كده. المهم بقى دلوقتي اللي انا هقول لك ان احنا بنعرف الهيلث ان هي بتكون ستيت اوف الكومبليت. والحتة اللي قلتها كتير قوي يا شباب، ان مش معنى الهيلث يبقى هو حد صحي كده وخلاص. لا، ده الهيلث ده لازم يكون كومبليت فيزيكال وكومبليت مينتال وكومبليت سوشيال، يعني يكون كويس وتام عقليا وبدنيا وسوشيال، كل حاجة تكون تمام. مش معناه بس not merely the absence of a disease او الانفورماليتي، يعني مش معناه فقط غياب الامراض، مش معناها فقط غياب ان هو عندوش اعاقه مثلا. ده لازم يكون كومبليت من الفيزيكال والمنتال والسوشيال، وكل حاجه تكون عنده تمام، مش ميرلي ابسنس للديسيز. خلاص. حته بتاعت نوت ميرلي دي مهمه جدا للديفينيشن. الهيلث هي دايناميك كونديشن، حاله حركيه او دايناميك ريزولتنج فروم مين؟ البادي's constant adjustment and adaptation in response to stresses. الجسم بتاعي عشان يعمل ادجستمنت ويتكيف ويبقى ادابت ويتجاوب مع الاسترسس والضغوطات والتغيرات البيئيه وكل ده، ويحافظ ان هو دايما يبقى تمام. دي حاجه او يبقى ايكويليبريم. دي حاجه انا بسميها حاجه اسمها الهوموستاسيس، في استقرار وثبات داخلي. خلاص. رغم كل التشينجز اللي بتحصل انا تمام، انا كويس، انا قادر احافظ وقادر نبقى متين والدنيا تمام. دي بسميها
ايه هوميوستاسيس عشان مهمة. طيب تعال اقول لك ان احنا عندنا dominations للهيلث، وبيقول لك ان كل domination بيساهم to our own sense of الويلنس او الايه الكواليتي بتاعت اللايف، جودة الحياة، شعوري بان انا تمام. each affect and الايه الاوفرلابس and the others، خلاص تأثيراتها at times في اوقات تانية one may be more prominent than others but neglect، ممكن اعمل اهمال of any one dimension of any length of التايم على طول المدة اللي انا عايشها، وده هيبقى ليه adverse effects واثار على حياتي بشكل عام. طب ده بيشمل ايه يا دكتور؟ قالك ده including لواحد physical wellness، انت كبدنيا كمنتال عقليا كسوشيال وتعاملك مع الناس سوشيالي، كايموشنال حالة عاطفية عندك، كسبريشوال وحالة روحية، تمام ولا لا؟ كل ده معايا dominations يا شباب. طيب الدومينيشنز بتاع الهيلث هنبدأ ندرسهم بشكل ان ديتيل او بشكل تفصيلي شوية. الفيزيكال ده بيشيل الاناتوميكال انتجريتي اند فيسيولوجيكال فانكشننج بتاع البادي. انا كوضع جسمي تشريحيا بدنيا كفسيولوجيكال فانكشنز الوظائف بتاعت جسمي، عشان اقول ان الشخص ده هيلثي ببدأ اشوف كل ده. لازم عشان اقول هيلثي اتاكد ان ده كله تمام. في كل البادي بارتس اجزاء الجسم بتاعتك لازم تبقى should be there all of them are in their natural place and position. لازم اتاكد ان كلهم بيكونوا في نفس المكان الطبيعي بتاعهم وفي البوزيشن الصحيح والكلام ده كله. none of them has any pathology، ولا واحد من البارتس بتاع البادي ده يبقى باثولوجي او في اي مرض او اي ديسيز. خلاص كلهم لازم يكون doing their physiological functions properly. كل عضو وكل بارتس من اجزاء جسمك يكون بيعمل الوظيفه بتاعته بشكل properly او بشكل منظم ووضعه الصحيح ومكانه الصحيح وظيفته الصحيحة، مش بيأثر في أي حاجة فيسيولوجيا تمام. طيب قالك and they work with each other harmoniously، يعني المفروض ان هم يكونوا بيشتغلوا مع بعضهم بشكل عارف انت اللي هو في نظام متكامل، هم شغالين من غير ما حد يأذي التاني harmoniously، مفيش اي حد بيأذي التاني، مفيش حد هارم للتاني، كلهم مع بعض في انتجريشن وفي نظام متكامل كده تمام، في تعاون كل ده. طيب تاني حاجة المينتال ويلنس بقى؟ دي القدرة ان انا اعمل ليرن وثينك كليرلي، انا بفكر كويس بتعلم كويس عقليا، البرين بتاعي والمايند بتاعي كويس شغال كويس. الشخص هنا with good mental health is able to handle day to day events. لما الشخص بيكون كويس بيبدأ يتعامل مع احداث الحياة يوميا day to day من غير ما يبقى فيه اي مشكلة، بيبقى قادر يتكيف والدنيا تمام. بعد كده بيقول لك ان الاوبستاكلز لو هو بيقابل عقبات work towards important goals، مثلا تعاملوا تجاه مثلا اهداف معينه هيحققها خلال الايام بتاعته and الفانكشن effectively in society، ان هو كوظيفه بيكون في المجتمع هو برضو شغال بشكل effective او فعال كل ده. بعد كده يا شباب بيقول لك السوشيال. طب تعالى بقى للسوشيال. السوشيال ده هي الابيليتي ان انت تقدر تعمل وتعمل وتحافظ على المينينج فور ريليشن شيبز، علاقاتك وذ الاذرز مع الاخرين تمام. يبقى كده انت سوشيالي تمام. مش في ناس بقى عندها رهاب اجتماعي فكده ان هي مش تمام خلاص. في ناس بقى كتعاملها مع الناس اصلا بتكون مش عارفة تكون مثلا صداقات، حتى لو كونت صداقات فهيبقى عندها مشاكل سوشيالي، ممكن تتكلم مع الناس بطريقة مش كويسة كده، في مشكلة محددة نفسيا سيكولوجيا بنبدأ ان احنا نعالجها. طيب السوشيال ويلنس انكلودز بيشمل not only having relationships، مش بس معناه ان انا عندي فقط علاقات بقى عملت ولكن كمان behaving تصرفيا انت سلوكيا ازاي خلاص مع الاخرين، بتحافظ على ان انت مقبول واكسبتابل بالنسبة للناس سوشيالي ولا لا. البيزك دي والاساسيات اللي بكلمك فيها دي بتكون مهمة جدا. البيزك سوشيال يونت دي اوف ريليشن شيب او العلاقة دي بتكون الفاميلي خلاص. طيب كده كسوشيالي. كايموشنال بقى القدرة ان انت تقدر تعمل اكسبريس ومانج الانتاير رينج بتاع الفيلينجز، انت كشعور كده
اثناء الغضب، اثناء الفير والخوف، كساعة هابينس، السادنس. مثلا عندك البوسيس بتاع الهاي سيلف استيم، وان انت حاسس بنفسك، وان انت عندك حاسس بذاتك. السنس بتاع الهيومر والبوزيتيف باد ايميج، انت عارف ان انت ايه، وحاسس بنفسك كويس، مش دايما حاسس ان في نقص، مش دايما حاسس ان في مشكلة عندك. كل ده قالك ده كله بيكون ايه؟ develop independence from البارنتس. انت اصلا يا شباب انت شخصيا بيبدأ بيقولك شي او هي ان كان، يعني هو او هي بيحصل لهم ديفلوب خلاص من ان هما بيبدأوا ايه الاندبندنس من الاباء، او مثلا الجارديانز او الناس اللي هم بيكونوا ممكن ما يكونش الاباء، الناس المسؤوله عنك. والاكسبتس ريسبونسابيلتي، انت تبدا تقبل المسؤوليه for themselves and their actions. انت قابل دلوقتي ان في ناس وصيه عليك، انت قابلهم بتتعامل معاهم ازاي. طب كريسبونسابيلتي او مسؤوليه عندك انت تمام. مسؤوليه الناس اصلا عليك اللي هم مثلا البارنتس او الجارديانز دول خلاص، والاكشنز بتاعهم عليك انت قابله، بيبقى في مشكله معاهم في التفاعل في التعامل. كل ده بنسميه في الدومينيشن او في الاتجاه او في المبدا او البرنسبل ده بتاع الايموشن، تحت بند الايموشن. رقم 5 واخر حاجه السبيريشوال، حاله روحيه، ودي ريليتس يا شباب لأور سنس. عارف انت شعورك الداخلي خلاص وفي الاوفر اول بيربوز ان لايف. الناس هنا غالبا بتجد ان الغرض من البليف او اعتقاد الفيس سيستم while others create their own purpose. نرجع تاني، وكنا قلنا وصلنا لحد السبريشوال، عرفنا ان السبريشوال هيلث دي ريليتس او متعلقة بالسنس بتاعنا وفي الاوفر اول purpose in life اللي هو الغرض ان احنا عايشين ليه في الحياة. فبعد كده بيقولك ان الناس او البيبل often find this purpose from a belief or faith system. يعني الناس بتجد الغرض من ان انت بتاع اللايف ده من نظام الايمان الفيث سيستم. باقي الناس او الاذرز ناس تانية بكرييت زير او بروبوز، بيعتقدوا او اللي هم لهم اعتقاد تاني، اعتقادهم هم الشخصي او الغرض الشخصي بتاعهم. طيب بعد كده بقولك ان الابسنس بتاع الهيلث يا شباب، غياب الصحة is donated by such terms as a disease illness sickness، اللي هو مفيش صحة يبقى فيه مرض، فيه disease، فيه illness، وهكذا. طيب الديفينيشن بقى بتاع الهيلث education ده عملية اللي فيها او by which الناس learn about their health. الناس يا شباب بتبدأ تتعلم عن الصحة بتاعتهم and more specifically بشكل specific شوية متخصص شوية how to improve their health، ازاي احسن من نفسي، ازاي اطور من صحتي. طبعا بيقولك ده كمان بتكون عملية منظمة كديفينيشن تاني بقى planned process that promote ومنتين وامبروف الانديفيدوال، بحسن وبتطور وبحافظ وبامبروف كل ده، سواء بقى الفرد سواء أسرة سواء كوميونيتي كمجتمع نفسه، كل ده خلاص عن طريق طبعا ان انا بعمل awareness او بوعي، عن طريق طبعا ان انا بعمل enhance للنولج وبعزز، او بعمل enhance للمعرفة اللي عندهم خلاص، عن طريق ان انا inspiring readiness بلهمهم للقراءة، ان هم يبدأوا يقرأوا ويتعلموا عشان يبدأوا يغيروا من ايه، من اللايف ستايل healthy choices او اختياراتهم الصحية اللي متعلقة بالهيلث بتاعتهم. طيب بعد كده يعني ايه او مين هو الهيلث educator؟ من هو بقى الهيلث educator؟ الهيلث اديوكيتور ده الشخص اللي بيكون بروفيشنال خلاص، بروفيشنال في بقى في ان هو يبدا يعمل بريبير للانديفيدوال، بيجهز الفرد خلاص، هو سيرفايسز بريبير للانديفيدوال. هو اصلا يا شباب هو اصلا شخص متخصص في ان هو يبدا يعمل هيلث اديوكيشن للناس، يبقى هو بروفيشنال بريبيرد انديفيدوال، هو شخص بروفيشنال، شخص بريبيرد او مجهز، شخص فاهم هو يقدر يعمل سيرف او يخدم in a variety of rules and specifically trained to use appropriate educational strategies، بيستخدم استراتيجيات معينة مناسبة علشان تدوره الاساسي خلاص
هو متدرب وفاهم في ده وبروفيشنال زي ما انا قلت لك، ويستخدم طرق معينه عشان يبدا يسهل او يعمل فاسيليت للديفلوبمنت بتاع البوليسيز والسياسات والبروسيجرز والحاجات اللي بيبدا يعلم بيها الناس. الانترفنشنز التفاعلات او التدخلات اللي بيعملها. السيستمز والاجهزه خلاص عشان عشان to the health of individuals لصحة الناس والجروبز والكوميونيتيز. تمام. يبقى دلوقتي الديفينيشن بتاع الهيلث اديوكيتور والله هو شخص بيكون مجهز، شخص بريبيرد، شخص بروفيشنال. خلاص who serve in a variety of roles بيخدم او دوره هو ليه مجموعة ادوار كده مختلفة. خلاص وسبيسيفيك بتكون محددة. هو ترين المتدرب ان هو يبدأ يستخدمهم في ان هو يعمل هيلث اديوكيشن عن طريق بقى استراتيجيز معينة وطرق معينة والكلام ده كله. طيب الايمز والاوبجكتيف. انا ليه بعمل هيلث اديوكيشن؟ عشان اشجع الناس ان هي تادوبت وتتكيف مع ان هي تبدا تعمل بروموت او تطور اللايف ستايل بتاعها، علشان اعمل بروموت للديفلوبمنت اند بروبر يوز لاستخدام الهيلث سيرفيسز بشكل كويس، عشان اعمل استيموليت او اعمل تحفيز للانديفيدوال والكوميونتي ان هم يبقى في سيلف ريلينس، يبقى في مشاركه، ان هم يحققوا ذاتهم، يبقى متفاعلين في المجتمع، يبقوا ان انا اعمل انفولفمنت ات every step from identifying problems to solving them. انا يا شباب ببدا ان انا بعمل انا عايزه احل، فانا خلاص ببدا اعمل ايدنتيفاي البروبلم اللي عندي، خلاص عرفت المشكله فين، فببدا ان انا اساعدهم ان احنا نحلها. طيب عايز اعمل اروز انترست، اخلي فيه اهميه لان هم يبداوا يعملوا بروفايد نيو نولج، لازم يكتسبوا معرفه جديده، يحسنوا او يعملوا امبروف للسكيلز بتاعتهم، يغيروا او يعملوا تشينج في الاتيتيود بتاعهم. خلاص بعد كده بيقول لك عشان طبعا اساعدهم ان هم ياخدوا قرار ويعملوا ديسيشن عقلاني راشونال ديسيشن، خلاص to solve our problems او يحلوا المشاكل بتاعتهم. طيب بعد كده يا شباب بيقول لك ركزوا معايا قوي ما تناموش، المحاضرة اصلا سهلة، وعشان كده انا مش هشرح محاضرات استراتيجيات تاني غير لما اخلص الاربع مواد الاساسية الصعبين اللي انا قلت لكم عليهم. حقيقي لو ضمنتوا امتياز في المواد دي وقفلناهم انا بضمن لكم امتياز في الاستراتيجيات والانجليش. فهجيب لك الاستراتيجيات واحده واحده، بس هسبق الاول في المواد التانية عشان تكونوا فاهمين السيستم بتاعي كويس. انا عامله سيستم وخطه باذن الله لو كملناها صح ومشينا خطه يعني لحد نهايه الترم باذن الله هتظبط معانا الدنيا، وانتوا هتلاحظوا النتيجه بعد امتحان الميد ترم. انا مش هقولك استنى للفاينل، بس انت هتلاحظ النتيجه بعد امتحان الميد ترم ان شاء الله. ومستنيه منكم دعم ورسائل شكر ليا، مش عشان حاجه، انا مستنيه ان احنا نكون متواصلين مع بعض. انتوا هتلاقوني كمان اسبوع كده او حاجه داخله اطمن عليكم واحد في رساله، داخله اعرف ايه الحاجات اللي مضايقاك في الكورس عشان نعدلها، داخله اشوف انت وصلت لفين في المنهج والدنيا معاك تمام ولا متاخر، ونبدا نعالج، ولو في مشكله نحلها، ولو في حاجات كويسه انتوا حابينها ندعمها ونعززها، ولو في حلول او في اقتراحات انتوا عايزين نضيفها للكورس هنعملها. كل الكلام ده. في برضو حاجه تانية عايزه اتكلم معاكم فيهم، عذرا بقى بما ان فتحنا مجال الكلام فهتكلم في الحاجات اللي انا عايزاها بما ان كله هيشوف الفيديو. يعني ايه بقى حته الزتونه؟ انا عارفه ان احنا بقالنا شويه اهو كم محاضره منزل لهمش زتونه. ده ليه؟ لان انا برضو مؤخر الزتونه شويه قبل امتحان الميد ترم، هاجي اعمل لكم ملخص لكل الحاجات اللي احنا شرحناها. بس ليه؟ علشان انا عايزه اسبق في المواد. طب ما نعمل ده ونعمل ده، الموضوع صعب. يعني انا عشان اقعد اشرح لك في اليوم كل يوم محاضره وينزل لك عليها امتحان وما يتاخرلكش امتحانها ولا يتاخر المحاضره، واشرح لك كم كبير بشكل تفصيلي بشكل ويبقى في مثلا حاجات انا عايزه اضيفها لك تاني والكلام ده كله، واقول لك دي جايه في الامتحان، انتوا بتشوفوا انا بعمل ايه في الفيديو. يعني الموضوع صعب، الموضوع مجهد قوي عليا ان انا اقعد اعمل لك زتونه. طبعا انا اللي بعمل كل حاجه ليكم، اي حاجه بتقدم لكم انا اللي بعملها. التيم الا مثلا ممكن يرد على الناس ويدخلكم الجروب بس، يعني مش اكتر. فانا اللي ببقى انا المسؤول عن كل حاجه، لان انا عايزه اوصل لك كل حاجه بشكل كافي، بشكل عارف انت اللي هو ما يبقاش في حاجه ناقصه، ما يبقاش في حاجه فيها غلطه. كل ده انا مسؤوله عنكم قدام ربنا قبل اي حاجه. يعني انا مش هيبقى راضيني ان انا مثلا اوصل لك الزتونه فيها غلطه معينه، مش هيبقى راضيني ان انا اوصل لك الامتحان فيه مشكله معينه، في سؤال غلط. انا بقول لكم تدخلوا تكلموني، وهنبدا طبعا برضو من ضمن الحاجات اللي عايزه اقولها لكم انا هحل معاكم كل الامتحانات اللي عملناها دي. خلاص هينزل لك فيديو باذن الله هجمع فيه الامتحانات دي وهحلها. خلاص فبس انا الاسبوعين دول علشان انا مضغوطه شويه
بقفل الدنيا بتاعتي وبقفل الشغل بتاعي وهظبط الدنيا، وهبدأ ينزل لك محاضرات كتير مكثفة علشان احنا نبقى ماشيين على الجدول، ولا يبقى فيه تأخير لأي حاجة بقى. يعني كله بقى هبدأ ألم لك الامتحانات، هبدأ ننزل لك الزتونة، بس أكون مشيت شوية في المنهج علشان تبقوا انتم مطمنين برضو معايا، وعلشان كل ما احنا هنسبق في المنهج كل ما الدنيا تبقى معانا مرتاحة قدام. هعرف بقى راجع براحتي قدام، هعرف بقى نحل أسئلة كتير براحتنا قدام، ونراجع بقى شوية، نعمل لك مثلا ملخص ونقعد نذاكر واقول لك تحفظ ده ازاي وتعمل ده ازاي، ولو حته هنا صعبه لا نحاول نعمل لك لها كلمه سر بصوا هدلعكم بس اصبروا عليا، اطلع شويه في المنهج والله وانتوا هتلاقوا حاجات كتير قوي هتعجبكم، هتلاقوا ابداعاتي بقى طلعت اللي انتوا عارفينها. لكن انا حاليا انا ماشيه بسيستم معين، وانا عايزه بس اوصل لك المحاضره بشكل كويس ما فيهاش اي حاجه، علشان انا زي ما انا بقول لك انا هتحاسب قدام ربنا قبل قدامك. انا ما يشغلنيش انت يعني، ايوه ده حقك والكلام ده كله، بس انا قدام ربنا ده اللي يكفي، لان انا لو اهتميت بده خلاص كل حاجه هتبقى تمام بعدين. اتمنى ان انتوا تكونوا فاهميني، واي حد عنده اي استفسار لاي حاجه ابعتولي، اي استفسار في اي حاجه. خلاص نرجع بقى للمحاضره تاني اللي طولت دي. كنا بنقول ان احنا عندنا بعمل انهانس الكواليتي بتاعت اللايف لكل الناس، عشان اقلل اي premature death، ان مثلا ان شخص ما يموتش قبل ميعاده. يعني هو الشخص مثلا هو لكل اجل كتاب والكلام ده كله، بس انا ليه اكون سبب في وفاة حد؟ انا عايزه اظبط الدنيا، عايزه اخليه صحيا يكون كويس، عايزه اخليه عنده اهتمام انه يقدر يتعلم ويكتسب معلومات ويغير من سلوكياته ويمبروف السكيلز والمهارات، واحسن من الهيلث ستاتس الحاله الصحيه بتاعته. كل ده خلاص عايزه اقلل بوث فاينانشال اند هيومن كوستس، اي تكاليف على الشخص ده، اي ازمات ماليه والكلام ده كله، خلال ان انا فوكسنج على على البريفنشن. تمام. الافراد زي مين؟ كلاينتس يا شباب، كلاينتس بتاع سيرفيسز او خدمات، مريض بيشنتس، هيلث انديفيدوالز مثلا. طب الجروبات، جروب بقى من الطلبه في الكلاس مثلا، يوث كلاب مثلا، الناس مثلا او شباب في نادي، مش عارفه في جامعه مثلا، كل دي جروبات. طب الناس بقى اللي هي بقى الكوميونتي في المجتمع، ناس في قريه كده. خلاص. طيب الهيلث سيتنجز، الهيلث اديوكيشن سيتنجز، انا قلت لك ان احنا بنعمل هيلث اديوكيشن في 1 2 3 وادانا امثله اهو. انت متخيل الهيلث اديوكيشن ممكن يكون في البريزون سجن، حتى في السجن طبعا، والورك سايتس اماكن العمل، والهيلث كير فاسيلتيز او المراكز بتاعه الصحه، والكوميونيتيز، كل ده. ف طبعا بيقول لك because interventions settings دي بتكون بستخدمها لان الانترفنشنز والتدخلات اللي بنعملها بتحتاج ان احنا نكون منظمينها in the light of resources and organizational structures. لازم يا شباب تكون حاجات منظمه، لان الهيلث education and promotion take place يحصل amongst other locations in، يعني اللوكيشن بتاعه والمكان بتاعه بيكون في الاماكن دي زي ما كلمتك، والكلام ده كله هري على الفاضي. طيب انا بقول لك الصراحه في هري على الفاضي كتير قوي في المحاضره دي، عامة استراتيجيات رغي كتير، فدي معروفة. البرنسب بتاع الهيلث اديوكيشن يا شباب، البرنسب لسه عندنا كريدابيليتي، لازم يكون في مصداقية. انا بقدم للناس هيلث اديوكيشن توعية، مش هكون صادق معاهم وفي كريدابيليتي. طيب في انترست، لازم يكون في participation ومشاركة، مش انا واقف بتفاعل وبكلم الناس لوحدي. مش بس كده، انا عشان يتفاعلوا معايا مش لازم يكون في موتيفيشن وتحفيز، خلاص لازم يكون في comprehension، لازم يكون في reinforcement وتعزيز اللي انا عماله اقوله ده. خلاص مش كله كده بقى منصوره وخلاص. وطبعا والحاجه المهمه جدا للامتحان learning by doing، والحته دي يا شباب جايه في الامتحان، اكتبوا لي كده جايه. يعني ايه learning by doing؟ يعني انا مش هقعد اتكلم في الهوا كلام بيطير، اعلمهم ازاي يعملوا. خلاص. وهقول لك برضو كل ده، بس انا بشرح لك عارف انت نبذه عن الموضوع، وهبدا ادخل فيه بالتفصيل بقى known to unknown. وبرضو ده يا شباب جايه في الامتحان، انتوا فاكرين بقى بتاع الجايه ومش جايه؟ افتكروني بقى جايه في الامتحان known to unknown. ابدا معاهم باللي عارفينه وبعدين ادخل اللي مش عارفينه، ما اروحش تصل لازق كده اديلهم طلاسم زي ما بيقولوا. كل ده هيفرق معايا في الحوار اللي انا بقدمه، والهيلث اديوكيشن اللي انا بعمله هيطلع ناجح وافكتيف. خلاص. جود هيومن ريليشنز، انا لازم برضو تكون علاقتي كويسه بيهم، مش هبقى طالع الناس مش طايقاني ولا طايقه تشوفني ولا تسمعني وانا يلا بقى هشرح لكم واعمل لكم، لا. مش بس كده، كمان سيتنج ان اكزامبل برضو يا شباب. دايما الحاجه اللي تخليك تفهم الدنيا ان انا اديلك مثال، لو طبقت لك على مثال واقعي حقيقي انت هتلاقي الدنيا معاك كده انا فهمت كده تمام شكرا. خلاص. الفيدباك، التغذيه، انا لازم اشوف في تغذيه راجعه ولا فهموا، طب الدين استفادوا،
كل ده. تعالى بقى ناخدهم بسرعه كده ان ديتيل، عشان عارفه ان انت زهقت مني وعمال تقول لي يا رب المحاضره تخلص، وانا مش بحب كده، انا عايزاك تبقى قاعد معايا مستمتع. عندنا الكريديبيليتي ايه بقى؟ قالك it's the degree to which the message is perceived as trustworthy. انت trustworthy، انت صادق بواسطة الريسيفر او الشخص اللي بيقدمها. انت تمام، انت بتقول حاجات هم خلاص مصدقين. it should be scientifically، مش بس انت لازم يكون عندك scientifically proven، اثبات علمي، دليل علمي، دليل واضح، خلاص فاكتس بقى وحقائق مبنية عليه. تمام. طب في الانترست، الهيلث اديوكيشن ده موضوعه لازم يكون انترست للناس، مش هروح اجيب لهم يعني حاجات تكون هماهم، حاجات تكون هم مهتمين يعرفوها ومهتمين بيها فعلا، حاجات تكون مشاكل عندهم كده مهتمين ان هم يسمعوا. لكن انت لو بتكلمهم في حوار ما يخصهمش، يعني مثلا يعني انا هديلك مثال عشان تفهم، لسه بقولك المفروض ادعم الموضوع بمثال عشان يفهموا. وليكن انت رحت البلد دي مثلا منطقه ريفيه، وليكن الناس اللي فيها عايشين كل همهم المعيشة، وان هم المعيشة صعبة وفي غلاء الاسعار مثلا، ومش عارفة كيلو السكر بقى بكام. لو انت جبت لهم وكلمت لهم في الموضوع ده هتلاقيهم تمام قوي ومستمتعين وقاعدين بيشاركوكوا الحوار، وايوه والله يا دكتور ده مش عارفة عملنا ايه، وصلنا امبارح كنت بشتري ايه ومش عارفة قال ايه كيلو اللحمة مثلا. لو كلمتهم في الحوار ده هتلاقي الدنيا اوريدي هم ايه مستجيبين والريسبونس معاك والدنيا تمام قوي. لكن لو هو مفيش الموضوع مش عاجبهم، مش على هواهم، مثلا بتكلمهم على حاجه المنطقه الحضر مثلا، الحاجه اللي انت بتكلمهم فيها خاصه بمنطقه الحضر مش منطقه ريفيه، ولا في اي ريسبونس ليك ولا استجابه ولا انت شغلهم، وهتلاقيهم شويه يسابوكوا ومشيوا، بس هم خايفين عاملين على شعرك شويه. خلاص طيب، ده خاص بالانترست. فهمت الدنيا؟ الموضوع سهل اهو. الهيلث اديوكيتور بقى دوره هنا انه يعرف النيدز بتاعت الناس دي، احتياجاتهم ايه، خلاص، ويبدا بعد كده يعمل بريبير للبروجرام اللي هيقدمه ويمشي مع الناس بطريقه كويسه. وعايزه اقول لك انك لازم حتى وانت بتتكلم في الحاجات اللي تهمهم بتتكلم معاهم باسلوب هم يفهموه. ما بقاش الناس قاعده قدامي اميه وليكن، يعني خليني اجيب لك بقى من تحت الصفر، او معاها ناس مثلا دبلوم اقل مستوى تعليمي او اعلى مستوى تعليمي فيهم دبلوم، وراح اتكلم انجلش اقول لهم اوريدي زي ما انا بعمل كده في نص الكلام، بس انا بعمل اوريدي معاكم انتوا، فهتلاقيها الدنيا مفهومه اكيد. بس فاللي انا بتكلم فيه ما بقاش انا كده واروح هتبصوا لي نظره غريبه، ولا هم فاهمين انا بقول ايه، ولا هم هيتفاعلوا معاك، فبلاش. طيب البارتيسيبيشن، الهيلث اديوكيتور لازم اشجع الناس ان هم يتفاعلوا معايا في البروجرام، اقعد اسال اسئله، اقول لهم طب ايه رايكم في الكلام معايا، الناس مصحصحه معايا تلاقوهم شاركوكوا الحوار. خلاص طيب، وانس ذا بيبول، على فكره كل الحاجات اللي بتكلم فيها دي مهمه لكم انتوا قبل المحاضره، يعني دي اهم حاجه بقى في المحاضره، مش على المستوى الشخصي بتستفاد منها، وعلى المستوى التعليمي جايه في الامتحان. طيب once the people are given a chance، لما الناس يا شباب بيبقى عندها الفرصه ان هي تبدا تعمل take part in the program، تشارك في البروجرام ده، it leads to their acceptance the program، هيبداوا يقبلوا البروجرام، الموضوع اللي انت بتتكلم فيه. الميثودز ممكن تبقى زي جروب ديسكشن، وانت عارفين يعني ايه جروب ديسكشن، لما الدكتوره تبدا تقول لكم في العملي ان شاء الله عندنا بكره في المستشفى يا شباب جروب ديسكشن على محاضره مثلا مش عارفه ايه، فبالجروب ديسكشن تبداوا بقى تخلي مثلا تقفوا في حلقه كده، انت هتقول التعريف، انت هتقول الاسباب، انت مش عارفه اقول الساين والسيمتوم وهكذا، فبتبص ده كده بتتناقشوا، انت ربما كنتش عارف الحاجه دي ولما زميلك قالها بدات تستفاد منه، وهو كذا في مناقشه في حوار في كده. خلاص، والبانل ديسكشن اي دي سي بقى الى اخره، بروفايد اوبورتونيتيز، طبعا بوفر فرص لكل الناس ان هي ايه تقدر تشارك معانا. الموتيفيشن، حفزهم يا شباب، حفزهم الديزاير، الرغبه ان هم يليرنينج او يتعلموا. طبعا ده بيبقى يعني الرغبه دي عندنا كلنا، بس لازم انا ادوس بقى على الزرار، فاهمين؟ خلاص اديلهم الفرصه. الهيلث اديوكيشن ده بيكون فاسيليتد او بسهله باي ذا موتيفيشن بروفايدد باي ذا ديزاير تو اتشيف الانديفيدوال جولز، عشان هبدا احقق اهداف الناس دول. طيب الكومبريهنشن، الهيلث اديوكيتور يا شباب should first determine the level of الايه اهو، والله العظيم انا قلتها من غير ما انا كنت عارفه ان في كومبريهنشن، بس انا ما اعرفش ان هو كاتب كده. ماشي، انا لسه بقول لك لازم تشوف المستوى التعليمي بتاعهم، هل هم اميين، لا ده تعليم عالي وجامعات والكلام ده كله، لا ده مش عارفه ايه، مستوى الفهم هي ناس اندرستاندينج بتاعها تمام ولا لا، بتاع الاودينس او الجمهور اللي بيسمعوا لي. خلاص، الكلمات اللي انا هبدا استخدمها تكون تمام بالنسبه للناس تكون عارفاها. خلاص، بيقول لك ايه or new
كم خلاص عدت كده في الفيديو؟ عد لي السؤال بتاع دلوقتي، عد لي كم خلاص قلتها دلوقتي. طيب على فكرة مقصود عشان اشد انتباهكم، لكن مش مقصود ان انا اقولك عد لي كام خلاص. يعني strange or new to the people shouldn't be used. use technical terms، انا حتى بستخدم مصطلحات او medical terms، المصطلحات الطبية دي should be avoided. ودي بقى اكتب لي كده جنبها true or false، ولما تاجي بفتكروا الحتة بتاعت خلاص. مهمة جدا. انا يا شباب التكنيكال تيرمز ما تقدرش استخدم مصطلحات طبية. يعني مثلا ما اقول لهمش ايه، يعني كلمة ابورشن مش عارفة دي اللي جت في دماغي دلوقتي، جهاد اهو ابورشن مصطلح دارج معانا كده احنا عارفينه، هروح اقوله للناس هم مش فاهمين. انا ما اروحش ابقى في MCH واقول لها يا طنط لو حصل لك ابورشن مش عارفه، هتقول لك ايه يا ابني ده، صح؟ ايه يا بنتي ده؟ طب ليه؟ فانا الميديكال تيرمز ما استخدمهاش معاهم لو انا عارفه ان هم not understanding. الرينفورسمنت يا شباب ده بيشيل الريبيتيشن اللي هو انا بقول لك اعمل تعزيز للمعلومه اللي بتقولها، مبقاش انا قاعد برغي. طب ما الناس هتتوه مني، مش هكرر الكلام اللي انا بقوله كل كام حته كده وكل كام بارت او كل كام جزء كده ابدا كرره، ابدا عيد المعلومه اللي انت قايلها، خاصه لو الحته دي مهمه. بقولك it isn't possible for the people to learn new things. يا شباب مش ممكن للناس ان هي تتعلم اشياء جديده in a short period. انا دماغي هتسيح على بعضها. طيب انتوا حتى هتلاحظوني خاصه لو الحاجه دي كانت لقيتها مهمه بقعد اكرر فيها 3000 مره، ربما ما تكونش دخلت لك من اول مره فتدخل لك من الثانيه من الثالثه كده. can be done at regular intervals. ممكن يا شباب اعملها في فترات منتظمه and it helps people to understand. هتساعد الناس تتعلم فكر او افكار جديده و participate او practice better، تبقى الممارسه بتاعتها افضل. طيب learning by doing بقى عمليه تعليميه يا شباب، او learning process دي بتكون accompanied او مصاحبه by doing. انا بعمل new things، لازم اعمل اشياء جديده خلاص عشان ابدا اعملها instill in the mind، تثبت في دماغي خلاص. if I hear لو انا سمعت، I forget، if I see I remember. يبقى انا دلوقتي لو انا سمعت هنسى، طب لو شفت هفتكر remember خلاص. if I do I know، لو انا عملت هتعلم هعرف. صدقوني والله عارفين اكتر دليل يثبت لك الحاجه دي وانت في العملي لما لو الدكتور شرحت لك مثلا بروسيجر وليكن السكر، هي عماله تقول لك انت بتحط الجهاز وتحط فيه الستريبس ومش عارفه اول ما الجهاز هتلاقيه اشتغل معاك وعمل كده عمل اون، فبالتالي بعد كده هتمسك اللانست او الشكاكه تشكها فيها المريض، فبالتالي هيطلع منه، انا هشرح لكم البروسيجر بقى بجد، فبالتالي هيطلع عندك دروب من البلد، فبالتالي بتسيب اول قطره وبتحط تاني دروب معاك تبدا تحطها على الجهاز، فالجهاز هيبدا يقرا. انت قاعد والله انا فاهم ان انت بتقولي مش فاهم، بس هل انا طبقت فعليا؟ لا. طب لو انا جيت قلت لك طبق في اول مره هتغلط، وربما ما تكونش عارف البروسيجر نفسه الخطوات يعني. طب لو على ما بتروح بقى في العملي، انا بتروح بقى في المستشفى بجد وتشوف حد قاسه قدامك فعليا، والله صدقني من اول مره بتجيبها صح. هو سهل يعني، هو البروسيجر تافه مش محتاج اصلا، بس محتاج ان انا اشوفه عشان وانا شفت انا وعملت بايدي وشفت الجهاز نفسه هبدا اطبق صح، وهكذا بقى. فاف اي دو اي نو. تمام. محاضره ممتعه والله حلوه يعني، ما تناموش مني. نون تو النون عشان البرنسبل ده في غايه الخطوره وجاي في الامتحان. ايه بقى بيقول لك؟ شوف التون بتاع الصوت عليت. تمام. before the start of any health education program the health educator should find out how much the people already know and then give them the new knowledge. يعني ايه يا دكتور باشا؟ المفروض الهيلث educator اللي واقف بيشرح الهيلث education يبقى عارف الناس عارفه ايه عن الموضوع اللي بيتكلم عنه ويبدا لهم من عنده، ويبدأ بعد كده يتطرق او يدخل للحاجات الجديدة يديلهم نيو نوليدج. لكن اكيد مش هروح ابدأ. طب انا لو بدأت لك من حاجة انت ما تعرفش عنها حاجة اصلا، طب انت هتدخل معايا في الموضوع من انهي زاوية؟ جيت لي منين بقى؟ انا ادخل لك انا منين؟ طيب مش هيبقى فيه اي توافق ولا هيبقى فيه اي كوميونيكيشن بيني وبينك خلاص. فالحته بتاعت ببدأ منين دي بتاجي صح وغلط. ببدأ من النون تو النون، من اللي عارفينه وادخل اللي مش عارفينه. سهل اهو. existing knowledge المعرفة الحالية عند الناس can be used as a basic step on which new knowledge can be placed. يعني ايه؟ المعرفة الأساسية اللي عندهم دي أنا بستخدمها خطوة أساسية عشان بيها أبدأ أنتقل للنيو knowledge. فل البرنسبل اللي بعد كده بتاع الهيلث education، وتقريبا قررنا نخلص، فاضل 2 بس. الجود هيومن ريليشن شيب
اللي هي الايه، ان انا الهيلث اديوكيتور لازم يكون عنده جود بيرسونال كواليتيز، عنده سمات شخصيه كويسه. عارف انت اللي هو احس ان الراجل او ان الشخص الهيلث اديوكيتور اللي هو بيتكلم ده، الله ده مش عارفه فيه 1 2 3 شخصيته عجباني، فاهم ازاي؟ فانا بالتالي هيبقى قادر ان انا ايه، يكون فريندلي ريليشن او العلاقه بتاعته كويسه معايا، فهنبدا نسمع بعض وابقى تمام. على عكس لو انا مش طايقاه، يعني عارف انت حتى ممكن اغصب على نفسي لو الحاجه دي مهماني، بس يا رب المحاضره تخلص، فمش هيبقى زي لو انا حباه. فالهيلث اديوكيتور لازم يكون كايند، طيب مع الناس، سمباثيك او عطوف، الاتيتيود بتاعه كويس. كل ده لازم دايما يكون هيلبفول او يساعد الناس، لازم يكون دايما كلاريفاينج واضح كده، ودوتس ايه او ريبيتنج وات از نوت اندرستود، يكرر الحاجات اللي الناس مش فاهماها. كل ده مش يبقى واقف كده هو غامض مش مفهوم هو بيقول ايه كده. طب setting an example the health educator should follow the ايه what he preaches، لازم ايه يشرح او يدي مثال على اللي هو بيشرحه، وهي should set an example يحط ايه مثال. الفيدباك لاي بروجرام يا شباب عشان يكون successful وناجح it's necessary، لازم يكون ضروري to collect feedback to find out of any modification or needed to make the program more effective، عشان يخلي الايه البروجرام اللي هو بيتشرح ده او الهيلث education اللي بيتقدم ده يكون فعال معايا. thank you. حقيقي انا تعبت في المحاضره دي، فاتمنى تكون وصلت للناس بالشكل الكويس وتكونوا حفظتوها معايا. المحاضره تافهه فمش محتاجه حتى ان انت تذاكرها بعديه والله. اي حد عنده استفسار يبعت لي، وبالتوفيق.